واحد علّى الإنتاجية جدًا. طب أخبار الجودة إيه؟ أخبار المَكَن إيه؟ أخبار الناس إيه؟ ومش بس بنبُص على العرض بتاع المشكلة، ده إحنا أحيانًا بنقول السبب بتاع المشكلة وإحنا أصلًا لسه بنعمل analysis للمشكلة، أو حتى وإحنا لسه بندefine المشكلة. في الآخر حتى مهما تكون أنت ذكي، في الآخر الناس هتكتشف إن أنت الحاجات دي أنت بتعملها manipulation، وإن أنت بس بتعمل كده عشان خاطر توصل لهدف معين. ف وساعتها هيبقى الموضوع برضه مش أحسن حاجة. مدير الإنتاج الناجح مش بتاع سبرنتات، هو بتاع استقرار. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست في المصنع. الحقيقة دي كمان آخر حلقة في الموسم الأول من البودكاست. النهاردة كمان مش معايا ضيف، أنا اللي هتناقش معاكم في موضوع الحلقة النهاردة، وخلينا نخش في الموضوع على طول. الحقيقة طبعا أنا مش هعرف نفسي، مش عشان ثقة ولا غرور ولا حاجة، ولكن أنا عملت كده اوريدي في الحلقة 0. فلو حضرتك أول مرة بتتفرج عليا، هتلاقي في على اليوتيوب، على سبوتيفاي، على أبل بودكاست، هتلاقي في حلقة. أول حلقة، الحلقة 0 دي، أنا بعرف فيها نفسي، بعرف أنا مين وبعمل إيه وعامل البودكاست ده ليه. فهستأذنك تبص عليها. طيب، الحلقة بتاعتنا النهاردة عن إدارة الإنتاج أو إدارة الإنتاج الناجحة. اللي عارفني عارف إن أنا ما بدأتش الكارير بتاعي كمهندس إنتاج، أنا بدأت كمهندس عمليات. قعدت تقريبا 5 سنين من حياتي المهنية كبروسيس انجينير. كنت بعمل بس الميثود اوف مانيفاكتشرنج والستاندرد ورك ودراسة البروسيس وتنفيذ تعليمات التشغيل وتنفيذ بروجكتس بتاعت تركيبات مكان جديد وبروسيس اناليسز وامبروفمنت والحاجات دي كلها. وبعد كده اتنقلت لإدارة الإنتاج. والحقيقة يعني دي كانت نقلة نوعية في حياتي، لأن على الرغم ان انا بحب البروسيس انجينيرينج، وكنت عملت يعني برضو كنت عملت شوية achievements فيها، ولكن ال achievements دي تضاعفت جدا بوجودي في إدارة الإنتاج. وكان في قصة كده يعني لدخولي من البروسيس للإنتاج. يعني النقلة دي ما كانش مرحب بيها من التوب مانجمنت بتاعت المكان اللي انا كنت شغال فيه، ومديري المباشر هو اللي كان مقتنع جدا بالموضوع، ومقتنع ان انا اقدر انقل النقلة دي وادي واعمل performance يعني في الحتة بتاعت البرودكشن. وهو خد القرار الصراحة على عاتقه يعني. وبدأت اشتغل والحمد لله. تقريبا في ظرف سنتين كان في تشينج كبير جدا في المكان اللي انا كنت شغال فيه، على صعيد الانتاجيه والجوده والتكلفه، التلاته الحقيقه يعني. هم طبعا يعني المفروض طبيعي يعني ان هم مسمعين في بعض يعني. وبعد كده بقى كملت الرحله بتاعتي في الانتاج واداره الانتاج. الحقيقه رحله ما بقتش قصيره. واعتقد ان انا من خلال اللي انا شفته خلال الفتره دي اقدر اتكلم او احدد ايه هي المعايير بتاعه اداره الانتاج الناجحه. اول ما اتنقلت النقله اللي انا كنت بقول لكم عليها في الاول دي، اللي هو من بروسيس انجينيرنج لبرودكشن انجينيرنج، مديري جابني واداني نصيحه. النصيحه دي انا لسه شغال بيها لحد النهارده. انت لو عايز تنجح في اداره الانتاج فعليك بالناس. الناس هي مفتاح النجاح في الموضوع بتاع الانتاج ده. ليه؟ لان ببساطه انت المكنه مش هتاخد لك قرار، الشيت الاكسل مش هيحل لك مشكله. في الاخر اللي انت بتتعامل مع ناس. وعلى فكره، حتى لو انت بتتكلم ان انت عندك اوتوميشن وعندك او انت شغال في مثلا في بروسيس اندستري، فكل حاجه محسوبه، ال ال الازازه بتخش من هنا تتملي تخرج من الناحيه التانية كذا كذا. فكل ده برضو في الاخر اللي بيشغله ناس، واللي مسؤول عنه ناس، واللي بياخد الديسيجنز ناس. فنقطة ازاي تتعامل مع الناس، ازاي تأثر في الناس، ازاي تخلي الناس تثق فيك، وازاي تحقق نتائج من خلال الناس. والحاجات دي اما تتعمل لازم تتعمل sincerely، ما تتعملش manipulation، ان انا ب... بمانيبيوليت الناس دي عشان خاطر اخد نتائج معينة انا عايزها. لكن هو فعلا sincerely انا ببني ثقة مع الناس دي. انا بشغل الناس دي او بساعد الناس دي عشان خاطر تحقق زي ما انا بحقق اهدافي، هي كمان تحقق اهدافها ايا كانت اهدافها ايه. لان في الاخر حتى مهما تكون انت ذكي، في الاخر الناس هتكتشف ان انت الحاجات دي انت بتعملها manipulation، وان انت بس بتعمل كده عشان خاطر توصل لهدف معين. ف وساعتها هيبقى الموضوع برضو مش احسن حاجة.
ولكن موضوع الناس ده بياخدنا شوية في القصة بتاعة الإنتاج للحتة بتاعة أنت، أصل هما بتوع الإنتاج دول مقاول انفار. اعمل يا ابني، وقف يا ابني، شغل يا ابني، هات يا ابني الخامة دي حطها هنا. فطبعا الموضوع مش كده خالص. الناس اللي بره دايرة الإنتاج ممكن تكون شايفة الموضوع كده أحيان كتير. أحيانا كتير ناس مديرين الإنتاج نفسهم هما بيحولوا نفسهم لكده، لأن هو بيدير جهة واحدة من الحاجات اللي معاه، أو حاجة واحدة من الحاجات اللي معاه. أنت كمدير إنتاج بيسكلي كده أنت معاك 4M: مان ماشين ماتيريال ميثود. في بقى 5M plus 1E والكلام ده، خلينا بس احنا نتكلم على على البيزك يعني. فانت بتسيب كل حاجة وتمانج الام بس، اللي هي بتاعت المان، وتسيب المان بقى تشوف هيعمل ايه مع الماتيريال، وتسيب المان نشوف هيعمل ايه مع مع الماشين، ونسيب المان شغال براحته يعني بأي ميثود، المهم ان هو يطلع لنا الحاجة. فالامور بتقلب ايه؟ ان انت بتتحول فعلا، او انت بتحول نفسك ان انت تبقى مقاول انفار. الناس مهمة وأساسية وهم مفتاح النجاح، ولكن انت عندك 3 عناصر تانية لازم تديرهم وتديرهم كويس عشان تحقق فعلا إدارة إنتاج ناجحة. خلينا برضو احنا عمالين نقول إدارة إنتاج ناجحة، إدارة إنتاج ناجحة. خلينا نحط تعريف بقى ايه إدارة الإنتاج الناجحة، لأن أنا شفت برضو خلال السنين دي تعريفات كتير لإدارة الإنتاج الناجحة. يعني حد بيسيطر على الناس فبيقولوا عليه ده مدير إنتاج شاطر وناجح، ودي إدارة إنتاج ناجحة. حد بيعمل تحسينات رهيبة في الإنتاجية مثلا، فبيصنف إن هو ده راجل مدير إنتاج ناجح ودي إدارة إنتاج ناجحة. أو إن هو يقلل التكلفة دراماتيكلي يعني، فبرضو بيصنف إن هو مدير إنتاج ناجح. ولكن هل إن إحنا نحكم على عنصر واحد من العناصر دي ونحطه ان هو ده المعيار الوحيد لنجاح مدير الانتاج، هل ده منطق او هل ده صح؟ انا بالنسبه لي لا. ليه؟ لان هو ممكن ببساطه شديده يكون بيعرف يسيطر على الناس، بس تكنيكلي مش فاهم حاجه. وتكنيكلي هنا مش قصدي في الصنعه او في الصناعه نفسها، يعني انا قصدي تكنيكلي في صنعه اداره الانتاج، اللي هو بيبص على الداتا بتاعته ازاي، او بيمانج ال3 M التانيين ازاي. وانا شفتها بنفسي، يمكن حتى مش جوه مصر، بره مصر تمام. حد يعني هو الميزه ان الناس كلها عماله تتداولها ان هو مسيطر على الناس كويس، لان المكان كان فيه جاب في الموضوع ده. بس غير كده هو مفيش حاجه خالص خالص. فهل نقدر نقول ان دي اداره انتاج ناجحه، او اداره يعني مدير انتاج ناجح؟ بالنسبه لي لا. نفس نفس الكلام. الراجل اللي قلل التكلفه ده، اخبار الجوده ايه؟ هو ممكن يكون قلل التكلفة عشان قلل الماتيريال، او استخدم ماتيريال مش المفروض ان هو يستخدمها، او استخدم ماتيريال بجودة قليلة. هتقول لي ما هو بتاع الانتاج مش هو اللي بيحدد الماتيريال. هقول لك ما هو ممكن في مصانع كتير بيبقى فيها بتاع الانتاج ممكن يتحكم في الماتيريال عادي، او هو يقرر ان هو يعني في نوعين ماتيريال فهو يقرر يسحب واحدة عشان خاطر يقلل التكلفة، وفي الاخر ممكن نسقف له ونقول له برافو. فكل دي مقاييس الحقيقة انا شايفها ما ينفعش تتقاس بيها لوحدها يعني. لكن انا عشان اقيس او اقول ان اداره الانتاج دي ناجحه او مدير الانتاج ده ناجح، لازم يكون بيحقق لي كذا حاجه مع بعض. اولا، انتاج متوقع، وهنتكلم عليها شويه دي. انتاج متوقع بجوده مستقره بتكلفه كنترولد، من غير اسكاليشنز يوميه كتير او كبيره، ومن غير ما المصنع يقف عليه. تاني، انتاج متوقع بجوده مستقره تكلفه كنترولد من غير اسكاليشنز يوميه كبيره، والمصنع ما يقفش عليه. يعني هو لو عمل كل الحاجات اللي فوق دي، بس هو كان جزء لا يتجزأ من المنظومة، وبيتدخل في كل صغيرة وكبيرة عشان خاطر الكلام ده يتحقق، فأنا بالنسبة لي برضو دي ما بقتش إدارة إنتاج ناجحة. إدارة يعني احنا كده ما درناش حاجة، احنا كده جزء من البروسيس.
تمام. طيب، عشان يبقى عندنا إدارة إنتاج ناجحة تحقق لنا الكلام اللي أنا اتكلمت عليه في الأول، نعمل إيه أو إيه العناصر اللي لازم تكون موجودة؟ هما 5 عناصر. أول حاجة إن إدارة الإنتاج دي تبقى بتجري ورا الاستقرار الأول قبل السرعة. في مصانع كتير أهم حاجة إن إحنا نجري بالإنتاج، يلا بينا نسرع، يلا بينا ننتج كتير. طب يا جماعة البلان كل شوية بتتغير، معلش بس إحنا محتاجين ننتج كتير. يا جماعة المكنة كل شوية بتقف، بس إحنا يعني هنلصمها ونشتغل، بس لازم ننتج. يا جماعة طب العمالة مش متدربة، واما عامل بيجيب الدنيا بتقف، معلش يعني مش مشكلة زميله يشيله او هو ما يغيبش اصلا، نديله اليوم نخصمه له ب3 عشان ما يغيبش تاني، بس يعني لازم الراجل احنا لازم ننتج. ف او مثلا عيوب جودة بتظهر فجأة واحنا مش عارفين ليه، فاحنا برضو مكملين ننتج. ففي الاخر كل السرعة دي ملهاش اي قيمة وملهاش اي معنى. هو انت يعني ما ينفعش ان احنا نجري قبل ما نعرف نمشي. فانت المشاكل دي كلها لازم تتحل، ولازم الانتاج يبقى متوقع، يعني ابقى فاهم انا بعرف اطلع قد ايه في الورديه، مشاكلي جايه منين، العماله بتاعتي بتعرف تعمل ايه وما بتعرفش تعمل ايه، عندي ليفل اوف سكيلز معين ما بين الناس محققه عشان خاطر اقدر انتج. كل الكلام ده انا محتاج اعمله في الاول، ان عشان خاطر اعمل الاستقرار، عشان اعرف امشي، عشان خاطر بعد كده اعرف اجري. تاني حاجة الفيزيبيليتي، ان انا ابقى شايف ايه، ابقى شايف كل حاجة، شايف انتاجي، شايف عيوبي، شايف مشاكل الناس بتاعتي، شايف دي بقى بتيجي ازاي، شايف دي بتيجي من داتا، شايف دي بتيجي من كوميونيكيشن، شايف دي بتيجي من جيمبا ووكس. المهم ان انا ابقى شايف. وطبعا اهم حاجة في النقطة دي الداتا. لو مفيش داتا فانا مش شايف حاجة، ومش هعرف ابني حاجة، ومش هعرف يبقى عندي حاجة ابني عليها قدام، ولا تحسينات ولا حل مشاكل ولا اي حاجة. وطبعا هنا يجب ذكر الكوتيشن بتاع what cannot be measured cannot be controlled. فانت لو ما شفتش، ما قستش، فانت مش هتقدر تعمل كنترول، فمش هتقدر تحقق ال4 5 حاجات اللي احنا قلناهم ككريتيريا لإدارة الإنتاج الناجحة. طيب، العنصر اللي بعد كده الكابابيليتي، انك تبني كابابيليتي في الناس بتاعتك، ان انت ما تخليهمش يبقوا معتمدين عليك، مش مستنيينك في كل صغيرة وكبيرة. وده هيودينا للنقطتين اللي قبل كده، ان انت تخلق الاستقرار. فما تخلق الاستقرار او جزء من الاستقرار ده ان انت بتدرب الناس وبترفع معدلات المهارة بتاعتهم في كذا حاجة. فما تعمل كده هتلاقي ان الناس دي قادرة ان هي تشتغل من غير ما ترجع لك في كل صغيرة وكبيرة. ولكن انت ما بتدرب الناس، بتدربهم على المفروض الشغلانة بتتعمل ازاي، فبيحصل مشاكل. فما المشاكل دي تحصل، او بيحصل، بلاش نقول مشاكل، بيحصل انحرافات عن اللي هما متعلمينه. فما الانحرافات دي تحصل هيبقى قدامهم حل من الاتنين، يا اما يجولك عشان تحلها لهم، يا اما هما يحلوها. بس لازم يتعلموا اما يجوا يحلوها لازم يبلغوا بالمشكلة، ويبلغوا بالحل. ولازم اما يبلغوا بالمشكلة ويبلغوا بالحل، او حتى يبلغوا بالمشكلة، يبقى عندهم safe space ان هما يغلطوا ويتعلموا. ما يبقاش هو حصلت المشكلة او حصل الانحراف فهو حل معين انت شايفه مش مناسب، او هو شايفه مناسب من وجهة نظره، انت شايفه مش مناسب، فتقوم تحاسبه، تعاقبه، تديله كلمتين، او ايا كان، لان ده هيقتل فكرة ان هو ياخد قرار بنفسه. وهتلاقي نفسك في الاخر كل حاجة بتيجي تقف عندك انت برضو، وفي الاخر يبقى انت اللي عملت في نفسك كده. في ناس بتحب الموضوع ده، في ناس بتشوف نفسها في ان هي بتحل المشاكل وبتاخد كل القرارات وشايفة قيمتها الأساسية في ان هو ياخد
ان هو بيحل المشاكل العويصة، وان هو الراجل صاحب القرار اللي الدنيا ما بتمشيش من غيره. ولكن ده الكلام ده غلط، الكلام ده مش مظبوط. انت هتبقى انجح كل ما الامور ما وقفتش عندك اكتر، وانت تتفرغ بقى ان انت تشوف هتطور ايه، هتحسن ايه، هتدرب مين. يعني ده دورك الاساسي. طيب نروح للعنصر الرابع، اللي هو البروبلم سولفينج. اما بتحصل مشكلة حضرتك بتعمل ايه؟ هل بنليسها ولا بنشتغل عليها؟ يعني ايه بنليسها؟ يعني بنلصمها. واتكلمنا احنا عن التلصيم وثقافة التلصيم المستمر في بوستات وفيديوهات. فكرة ان احنا بنحل العرض بتاع المشكلة، مش السبب الجذري بتاع المشكلة. او مش بس بنبص على العرض بتاع المشكلة، ده احنا احيانا بنقول السبب بتاع المشكلة واحنا اصلا لسه بنعمل اناليسز للمشكلة، او حتى واحنا لسه بنديفاين المشكلة. يعني العيب ده حصل عشان فلان في الانتاج غلط فطلع العيب ده. فاحنا لسه ما عملناش حاجة، وخدنا قرار ان احنا فلان ده غلط وده السبب الرئيسي. فما غلط العيب ده طلع، فبناء عليه هنعمل ايه؟ هنصلح المشكلة ازاي؟ هنجازي الراجل. مبروك. طيب هو الراجل ده غلط ليه؟ لا مش بتاعتنا. هو المفروض ما يغلطش. مش هو احنا جبناه ودربناه؟ يبقى المفروض ما يغلطش. طب هو بني ادم، بني ادم المفروض يركز وما يغلطش. طب ما هو ممكن تكون في حاجة في البروسيس خلته يغلط. ما هو حاجة في البروسيس خلته يغلط، فهو لازم ياخد باله من البروسيس ومن المكنة. طبعا دي طريقة برضو تفكير مش مظبوطة ومش منطقية. فيقوم ايه اللي يحصل؟ ان احنا ما صلحناش المشكلة اللي في البروسيس. فيحصل ايه؟ ان صاحبنا الاولاني ده يا اما ممكن يحصل انها تعدي عليه تاني، او ممكن الراجل ده يمشي اصلا ويسيب المكان، ويجي واحد مكانه تاني في يوم من الايام يقف مكانه، ياخد نفس التدريب، ينتج نفس المنتج، يغلط نفس الغلطة اللي هي مش غلطته برضه، عادي دي غلطة البروسيس من الاول، فيغلط نفس الغلطة، فيطلع نفس العيب، فياخد نفس الجزء. وفي الاخر نرجع نقول المشاكل بتتكرر، والناس مستوى ضعيف، والكلام اللي بنسمعه في كل حتة ده. ولكن في الحقيقة ان احنا ما اشتغلناش على السبب الجذري. المفروض ان احنا نعمل اناليسز ليه اصلا الراجل ده غلط، وازاي نقدر نساعده ان هو ما يغلطش. فما نشوف السبب الجذري، نحط له الكوركتيف اكشن بتاعه، ونحط الاكشن بلان ونتابع عليها ونتاكد ان الاكشن بلان ده او الكوركتيف اكشن ده جايب النتيجه بتاعته. فاحنا كده عملنا اللي علينا. بعد ما يعمل كل ده بقى ويغلط نبقى نجازيه. طبعا ده اي كلام. لو برضو عايز تبقى مدير انتاج ناجح، يا ريت تشيل موضوع الجزء ده من قاموسك. الجزء ده يعني يا اما لحاجه اخلاقيه او سلوكيه يعني، او لاهمال. انما واحد غلط في الشغل دي كلنا بنغلط، حضرتك غلطت وانا غلطت ولسه هنغلط. ففكره الجزء ده يعني يا ريت نشيلها من قاموسنا كلنا. حل المشاكل ما بيبقاش بالعقاب، ما بيبقاش بالجزا، بيبقى بالروت كوز اناليسيس، وان احنا نحط كوركتيف اكشن واكشن بلانز نشتغل عليها عشان خاطر نمنع حدوث المشاكل مرة تانية. اخر عنصر بقى في العناصر اللي اتكلمنا عليها هي انك تكون فاهم البيزنس امباكت بتاع الشغل بتاعك. ما ينفعش مثلا ان انت لمجرد ان انت تنجز انتاج بسرعة ان انت تشغل عمالة زيادة، فانت كده بترفع تكلفة المنتج. ما ينفعش ان انت تسرع الانتاج، ترمي انتاج اعلى من اللازم فترمي الشغل في المخزن. فلازم تكون فاهم ان انت كده بتحبس كاش المفروض ان هو كان يستغل في حاجة تانية. ما ينفعش مثلا انت يبقى عندك معدات مش يوتيلايزد وانت سايبها كده، هي مش مستغلة، او ان هي مش جايبة سرعتها، او مشاكل من النوع ده كله. انت في الاخر بتأثر على طلبيات عملاء، بتأثر على تكلفة، بتأثر على financial figures. فانت لازم تكون فاهم كويس قوي البيزنس امباكت بتاع التصرفات او الاكشنز اللي انت بتعملها. باختصار، الفرق ما بين مدير الانتاج الناجح ومدير الانتاج اللي مش كده، ان الاولاني هتلاقيه بيحمي الاستقرار. مدير الانتاج الناجح مش بتاع سبرنتات، هو بتاع استقرار. احنا المفروض عندي capacity،
عندي capacity، عندي عمالة، انا بشغل الناس على اقصى capacity. تمام، بحاول ارفع الكاباسيتي، بحاول احسن، بحاول يعني اعمل improvements دايما، ولكن ما بعملش سبرنتات، ما بضغطش يعني ما بجيبش اخر كل حاجة عشان احقق هدف لمدة قصيرة، وبعد كده يجي عليا بنتائج بعد كده سلبية. تاني حاجة هتلاقيه بيعملها، هتلاقي ان هو، او يعني دي بتبقى كمان نتيجة ممكن لنفس الاتيتيود بتاع ان احنا بندور على الاستقرار، ان احيانا بتيجي خطط كتير مش واقعية، بلانز مش بس خطط انتاج، بلانز عموما يعني ما تبقاش واقعية. فهو لازم بيواجه البلانز دي بشكل او باخر. كمان هتلاقيه دايما بيشتغل على الاسباب الجذرية بتاعة المشاكل، ودايما بيحاول يشغل الفريق من غير وجوده. بيخلي الفريق يشتغل وهو مش موجود، او ان الشغل يطلع بنفس الطريقة بنفس الجودة، او ان هو يحط نظام يطلع الشغل وهو مش موجود. مدير الانتاج اللي مش كده هتلاقيه دايما عاجبه فكرة ان هو يبقى مركز اتخاذ القرار ومركز حل المشاكل، عاجبه فكرة ان هو دايما بيطفي هو المسؤول عن اطفاء الحرائق. هتلاقيه مش قادر يليد الناس بتاعته، هتلاقيه ما بيحلش المشكلة او ما بيحلش السبب الجذري بتاع المشكلة. هو احنا بنعمل اي حاجة عشان خاطر اليوم يعدي. كمان ممكن تلاقيه بيطبع مع الغلط، او يعني بيعديه او بيقبله، او يعني مش عايز اقول بيداري عليه، ولكن يعني بشكل او باخر بيطبع مع الغلط. وطبعا كل الهرجلة اللي بتبقى موجودة دي بتخلي فيه دايما شد وجذب ما بينه وما بين الناس، وحالة الاستقرار اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي ما بتبقاش موجودة خالص. انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله في الحلقة دي. مش عارف هل الكلام ممكن يكون صادم لبعض الناس ولا لأ، ولكن نصيحتي فعلا لأي حد شغال في الإنتاج نفس النصيحة اللي أنا خدتها أول ما بدأت أشتغل. آه، اهتم بالناس بتاعتك. الناس بتاعتك هي اللي أنت تقدر تبني عليها نجاحك. نسبة كبيرة جدا من أي حاجة، أي نجاح، أو أي improvement أنا عملته في حياتي، كان نسبة كبيرة منه جدا الناس اللي شغالة معايا، سواء بأفكار، اقتراحات. حتى احيانا بتبقى السبورت بان هو مش بيريزست اللي انت بتحاول تعمله، هو بيسبورت. هو ممكن ما يكونش مقتنع باللي انت بتعمله، او شايف اللي انت بتعمله ده جنان، بس هو معاك. فده في حد ذاته يعني حاجة انا اقدرها واحترمها. فدي نقطة مهمة، نقطة الناس ان يعني زي ما بدأنا بيها برضو بنبدأ بيها في النهاية. اشتغل على ان الدنيا تبقى مستقرة الاول قبل ما تبدأ تجري بالانتاج. ما تحلش الأعراض بتاعة المشاكل، حل الأسباب الجذرية، وعلم الناس إنها تشتغل وتاخد قرارات وإنت مش موجود. ابني ليدرز، ما تبنيش ناس شغالة بالريموت كنترول. دي كانت نهاية آخر حلقة في الموسم الأول من بودكاست في المصنع. استنوني في أول حلقة من الموسم الجاي إن شاء الله. شكرا، أشوفكم على خير.